بسم الله. الله الله. اوه بص اهي. الريش الضاني دي بوم يا جدعان. معنا كيلو من الريش الضاني. هنجيب بصلة مبشورة، شوية صلصة متدوبين في مية، شوية زيت، معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة من البهارات المشكلة، معلقة زعتر، ومعلقة من البابريكا، وال11 بهار. نقلب الكلام ده كله، نحط عليها التتبيلة دي، هنتبلها بإيدينا كده حلو. هنسيبها لمدة ساعة في التتبيلة دي، نحطها في التلاجة تشرب من التتبيلة براحتها. بعد كده نبدأ إن احنا نشتغل فيها. هندي تشويحة صغيرة كده للريش. أنا بكمل بقية السوا بتاعهم. عندي بصل مقطعها حلقات، وعندي شوية بصل أخضر وجزر وروزماري، وعندي بطاطساية مقطعة مكعبات. خليهم بس هياخدوا تشويحة كده مع مكان ما عملنا اللحمة. عندي فلفل ألوان أصفر وأحمر، عندي فلفل رومي أخضر وفلفل حراق، رشة ملح صغيرة، رشة فلفل صغيرة. ودي الريش بعد ما طلعناها وخدت نص تشويحة، حتة زبدة صغيرة، حبة زيت، نحط شوية من الخضار. بعد كده هنرص الريش بتاعتنا. بعد كده هنضيف بقية الخضار، بصل مبشور كده من على الوش. هنزود شوية مية على نار وسط، هنسيبها كده. بعد كده نرجع نبص عليها تاني. ورجعنا تاني نبص عليها، هي في الغالب كده خلاص استوت، بقت زي الفل. الريحة يا لهوي يا لهوي. يبقى شوية رز بسمتي هنضيفه، ديت شوية مية مغلية، وحاطط عليها خلطة البرياني، وحاطط عليها نص معلقة ماجي وشوية ملح وشوية فلفل، وده عود قرفة نحطه كده يدي طعم حلو. هحط مكعب زبدة، هنقطع عليها ونرجع كمان شوية نبص عليها لما نشوفها الرز يكون استوى. نبص عليها ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. نديله تقليبة صغيرة كده ونشوفه. ما شاء الله الله اكبر. بسم الله. الريحة يا جدعان جامدة قوي 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 قوي. نقطع عليه شوية كمان 5 دقايق ونرجع له. رجعت له تاني. ما شاء الله الله اكبر. استوى خلاص كده. وكده بقى بعد ما استوى تعالوا بقى اوريكم شكله النهائي وطعمه بقى عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم جوعتني. النهارده ريش ضاني بالرز، خلطة البرياني والخضار. الله. زبادي بالخيار. بص يا ابن خالتي عامله ازاي. يبقى كده احنا عملنا اجمد ريش ضاني، طريقه جامده قوي 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 قوي. انا كيفت قوي. الرز خلطه البرياني ده بوم بوم بوم، محطوط له شويه توابل
صح. استنوني في فيديو جديد، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس. متنسوش اهم حاجه تصلوا على النبي. سلام.